بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية سمك مكاريل في الفرن، طريقة سهلة وبسيطة. يا رب تستفيدوا منها وتعجبكم. هنا مقطعين بصلتين شرايح، وجزر برضو شرايح، وطماطم شرايح، وخضرة بقدونس وكزبرة شرايح. تقطع كله شرايح كده وترصيه في الصينية. وبعد كده تجيبي السمك. انا كنت جايباه ومنضفاه وغسلاه غسلة نضيفة، ورحت مقطعاه. هنا هنحط معلقة ملح، معلقتين اهم. هنحط التوابل بتاعته: ملح وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسمر، التوابل الموجودة عندك. الكمون، وهنحط برضو معاه كزبرة، وبعدين فلفل اسمر، وندعك كله في بعضه. ده الفلفل. هنقلب بقى كله مع بعض كده لحد ما يتجانس التوابل مع الخضار. وبرضو خرطنا قرنين فلفل رومي وفلفل وقرن حراق. تقلبي بقى فيه كله مع بعضيه. هنا الخلطة اللي انا عملتها التومة بالتوابل، حطيت منها معلقة على الخلطة دي في الصينية. وحشيت السمك برضو القلب بتاعه بيها، توم وكمون وفلفل اخضر، دقيتهم مع بعض ورحت حطاه. هنا بقى هقطع السمكة 2. كوني غسلاه حلو، ملح والمية وخل، وتروحي نقعيه بيهم عشان تنزلي الزفارة بتاعته كلها. وبعدين تشطفيه وتروحي حاشية بقى بخلطة التومة. هنا انا بقطعه نصين، السمكة بقطعها بقسمها نصين. انا هنا عملت بالثوم، وهبدأ بقى ايه اقسمه. تقطعيه بقى كل سمكة نصين كده، او على حسب بقى. لو السمكة كبيرة انا قطعتها ل3. اه تروحي بقى بعد كده حاشينه بالخلطة دي اللي في الصينية، طماطم والجزر والخضرة والبصل، وترصيه مع بعضه، بس تحشي قلبه. اه هترصيه كله. تم- بيبقى الطعم جميل جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم وهتدعولي. اه تحشي وترصي كده لحد ما تخلصي الكمية كلها. تروحي إذا عجبكم الفيديو، شير ولايك واشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم أبدا يا رب. اهو خلصنا الكمية كده. ترصيه
وتحطي بقى الخلطة دي من فوق ومن تحت كده وحواليه بس كده. وهنجيب بقى شوية زيت كمان ونحطهم من فوق الوش عليه، ونروح مدخلينه الفرن. بس كده انا كده طلعته من الفرن، ادي شكله بعد ما طلع من الفرن، وشوية رز ابيض جنبيه وحبة سلطة، وبألف هنا يا رب. يا رب تعجبكم الطريقة وما يحرمنيش منكم ربنا.